طب بتعمل ايه؟ بتساعد مراتك في ايه مثلا؟ ادينا امثله. بشارك مع مراتي مش بشارك. ايوه طبعا بتشارك. طيب يا سلام. تفرق. طيب بتشارك في ايه؟ قول لي. انا مراتي امراه عامله وانت رجل عامل وانا راجل بشتغل. ايوه. هرمي كل حاجه عليها هتقع مني. ما انتوا بتشتغلوا زي بعض. بنشتغل. شفتوا هتقع مني دي. شفتوا هتقع مني دي. انا ركزوا فيها. مش عايزها تقع. قول لي بقى ايه انواع المشاركه اللي بتعملها في البيت يعني؟ كل حاجه. كل حاجه. كل يعني حاجة. انتوا مقسمين الشغل؟ لا مش مقسمين الشغل. اه. اللي متاح يعمل حاجه يعملها. ان هو هي مش مهامي ومهامها، هو بيتنا بتاعنا ولادنا. طب ده تربيه يعني مثلا انت طالع كده من بيتكم يعني؟ خالص. ده انا ما كنتش كده خالص. انا ليا ماما ربنا يخليها واختي الكبيره ما كانوش بيخلوني اشيل اشياء في البيت. كده. طب إيه واول ما اتجوزت ما كنتش بعمل اي حاجه. لحد ما ساره وقعت مني. يعني انت عديتوا بموقف. عدينا بموقف، لقيتها في يوم انهيار بقى. فقلت لها في بس ايه؟ اعتقد في ستات كتير بينهاروا برضه، مش كده ولا ايه؟ بس يعني الرجاله اللي بيتفرجوا علينا يا جماعه، اللي عايز يحافظ يعني عليها ويحافظ على البيت يسمع منها، ياخد ويدي معاه. شوف انا عندي قناعه بحاجه، اللي عايز يعيش سعيد لازم يسعد اللي عايش معاه علشان ينبسط هو. اصل لو اللي معاه مش مبسوط هيبسطه ازاي؟ بالظبط. يعني دلوقتي انت عايش مع واحده ومنكد عليها عيشتها وعايزها تسعدك، طب هي هتسعدك ازاي وهي نفسها مش مبسوطه؟